السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان تطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه اي سكاي تشيب فلايتس. التطبيق ده مساحته 15 ميجا وحمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بان هو يعرفك تذاكر الطيران او اسعار تذاكر الطيران، او بيرشح لك الطيران اللي اسعاره رخيصة. في حالة ان انت حابب تسافر من مدينة لمدينة او من بلد لبلد او اي مكان لاي مكان من خلال الطائرة، ده بتقدر تحمل التطبيق ده وتقدر تستفيد بالمميزات بتاعته، ان هو بيقدر يوفر لك كل شركات الطيران اللي موجودة في البلد بتاعتك اللي اسعارها رخيصة. طبعا اسعار رخيصة يعني بتكون هتاخد خدمة مش افضل حاجة. يعني ممكن تلاقي المقاعد اللي في الطيارة مش مريحة قوي، بالنسبة كمان للناس اللي هي بتكون هتسافر مسافات طويلة او وقت طويل، يعني بتسافر مثلا 10 ساعات في الطيارة، 12 ساعة، وقت زي كده. ده طبعا مش بيكون افضل حاجة بالنسبة لهم. كذلك الامر برضو بيكون طقم الطيارة او العاملين في الطائرة مش بيكونوا افضل حاجة. الوجبات اللي بتقدم برضو مش بتكون افضل حاجة. فده طبعا الناس كلها بتتغاضى عنه في سبيل ان هي بتاخد طيران رخيص. طبعا بيجيب لك الطيران الرخيص زي الطيران ويزر، الطيران الفرنسي، اللوفت هانزا. ده بيكون طيران اقتصادي او طيران اسعاره رخيصة، بس طبعا مش بيكون متوفر معظم الوقت. يعني في حالة ان انت مثلا محتاج تسافر خلال يوم، خلال يومين، خلال 3 ايام كده، مش بتلاقيه متوفر على طول، لان بيكون الوقت يعني ما بين كل طيارة وطيارة وقت طويل. فانت لازم تحجز مثلا قبلها، مثلا تكون هتحجز مثلا على الاسبوع الجاي او على بعد اسبوعين او كده، عشان تلاقي الميعاد اللي انت عايزه. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق في بعض اللغات الاجنبية بس بيفتقد اللغة العربية. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه وعيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه وعيب اكتبها في تعليقات، فده دايما تنويه بناء عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد حمل التطبيق، شاهد الفيديو حمل التطبيق ولقى في حاجه مختلفه اكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. اما لو انت شاهدت الفيديو والفيديو موجود على القناه بقاله فتره طويله، ممكن تكتب لي في التعليقات بتاع الفيديو تقول لي الفيديو موجود بقاله فتره طويله وانا انزل لك فيديو جديد للتحديثات والحاجات والابديت اللي حصل للتطبيق. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس اللي بتخش على القناه وبتشاهد فيديوهات بقالها فتره طويله على القناه، بقالها 10 شهور، بقالها سنه، بقالها اكتر من سنه، وتلاقي حاجه مختلفه في التطبيق تقول لك انتوا ليه مش قايلين كل حاجه، سواء الحاجه اللي لقوها دي حاجه ايجابيه او سلبيه. فده طبعا علشان اللي احنا بنشرحها دي تطبيقات يعني بينزل لها تحديثات مستمريه، يعني ممكن كل يومين، كل اسبوع، كل شهر ينزل للتطبيق تحديث يغير من معالم التحديث التطبيق كله. عشان كده احنا دايما على القناه بننزل للتطبيق الواحد ممكن اكتر من الفيديو خلال السنه. يعني ممكن ننزل للتطبيق مرة فيديوهين، 3، 4، على حسب التحديثات اللي بنعرفها ان هي تمت لكل تطبيق. بس كده، شكرا، سلام عليكم.